السلام عليكم. لو الرز بلبن ما بيطلعش معاكي كريمي، النهارده هقول لكم ايه السر اللي هيخلي معاكي الرز بلبن طعمه جميل ولذيذ وكريمي كمان، وهقول لكم ايه المكون اللي انتوا تحطوه عليه ويوديه في حتة تانية خالص. بعد كده هجيب كوباية حطيت فيها 3 معالق كبار من الحليب البودر، وهحط عليه كمان 3 معالق كبار ونص من النشا. اول ما يوصل معاكم بالشكل دوت كده يبقى خلاص كده معايا جاهز. ما تحاولوش ان انتوا تقلوه عن كده، عشان لو تقل معاكم عن كده هيبقى معاكم كاسترد، مش هيبقى رز بلبن خالص. كده معايا الرز بلبن جاهز، تغطوا عليه ربع ساعة وبعد كده او كمان تحطوه في طواجن وتحط عليه زبدة من فوق وتدخلوه الفرن. بجد بيبقى في حتة تانية خالص. انا هنا زينته بزبيب كده وهحطه بقى في التلاجة وهناكله معاكم تاني يوم. بجد كان طعمه لذيذ جدا. تقدروا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكون سهلة وسريعة عليكم، واشوفكم المرة الجاية على خير بوصفات تانية جديدة وبألف هنا يا رب.